تخيل تبقى سايق عربيتك في أمان الله مع عيلتك، وفي لحظة واحدة العيلة دي تختفي جوه مستشفى، وكل الناس تحاول تقنعك إنهم ما كانوش معاك أصلا. يا ترى أنت اللي مجنون ولا العالم كله بيتأمر عليك؟ الفيلم بيبدأ مع راجل اسمه راي مونرو سايق عربيته رايح مدينة مينيابوليس مع مراته جوان وبنته الصغيرة بيري، رايحين يقضوا الأجازة مع أهل مراته، الناس اللي هو حاسس طول الوقت إنهم مش بيطيقوه. بعد كام ساعة من السواقة وبيري قاعدة ورا بتسمع مزيكا ومش حاسة بالتوتر اللي في العربية، الأب والأم بيبدأوا يتخانقوا على طريقة معاملة عيلة جوان لراي، خناقة بتبين مشاكل أعمق بكتير بين الزوجين كأنهم خايفين يواجهوا الحقيقة. راي بيركز على علاقته بعيلة مراته وبيقول لها بعصبية: انت عارفة المشكلة فين؟ هم عمرهم ما حبوني أصلا. جوان بترد بنفي وتقول له: لا ده مش حقيقي. راي بيبص لها بضيق وبيقول لها: بجد؟ راي متضايق إن جوان بتدافع عن أهلها وهي لسه مش مستوعبة حجم الفجوة اللي بينهم. فجأة بيري من الكنبة اللي ورا بتقاطعهم وبتقول إن بطارية مشغل المزيكا بتاعها خلصت. جوان بتوعدها إنهم هيجيبوا بطارية جديدة وبتعرض عليها يلعبوا لعبة عشان تسليها، بس قبل ما يبدأوا راي بيقترح إنهم يغنوا مع بعض أغنيتهم المفضلة، وبيري بتفرح جدا وبتبدأ تغني معاهم. لكن من على كرسي السواقة راي بيبص على وش مراته بيلاقي ملامحها مطفية وما فيهاش أي روح. النظرة دي بتفهمه حجم المشكلة اللي بينهم أكتر من أي كلام، وبيبدأ يدرك قد إيه هي تعيسة معاه. هل دي نهاية علاقتهم ولا في كارثة تانية هتقلب الموازين كلها؟ فجأة راي بيستوعب قد إيه هم بعدوا عن بعض وحجم مشاكلهم الزوجية بيبدأ يسيطر على تفكيره. لكن بعد دقايق قبل ما يغوص في أفكاره بيري بتقاطع تركيزه وبتقول إنها محتاجة تدخل الحمام، عشان كده في أقرب استراحة راي بيوقف العربية وجوان بتنزل بسرعة تاخد بيري للحمام، بينما راي بيدخل المحل عشان يجيب البطارية لبيري وقهوة لنفسه ومشروب لمراته. بعد ثواني راي بينقي الحاجات اللي محتاجها، ورغم إنه مبطل شرب بقاله 8 سنين ومن كتر الضغط والتوتر اللي عايشه في العربية بيطلب من الكاشيرة تديله إزازتين كحول صغيرين، ولما بتديهم له بيقف يبص لهم بتركيز كأنه بيتخانق مع نفسه هياخدهم ولا لا، وبعدين بيقرر يحاسب. لكن الكاشيرة بتقول له إنهم بياخدوا كاش بس وهو ما كانش معاه فلوس نقدية كفاية، فاضطر يرجع البطاريات والكحول واشترى الباقي بس، ورجع العربية وكذب على عيلته وقال لهم إن المحل ما كانش فيه بطاريات. فجأة جوان بتسأله عن علبة مكياجها وبتطلب منه يدور عليها تحت الكراسي اللي ورا، وهي بترجع الحمام تاني تشوف لو بيري نسيتها هناك. راي بينزل بيري من العربية وبيحذرها تفضل واقفة مكانها وتخليها جنبه، وبيبدأ يدور في العربية. وبينما راي مشغول في التدوير بيري بتبدأ تتمشى حوالين المكان، بتشوف بالونة بتلمع وبتمشيلها بانبهار لحد ما بتلمح كلب ضال للناحية التانية. انتباهها بيروح للكلب وبتبدأ تقرب منه بحماس، لكن بعد لحظات الكلب بيبدأ يقرب منها بشكل يخوف. بيري بتترعب جدا وبتبدأ ترجع لورا بخطوات بطيئة وهي بتنادي على أبوها بصوت واطي. للأسف راي لسه بيدور جوه العربية ومش سامع صوت بنته وهي بتستنجد بيه، ولما أخيرا سمعها كان الوقت اتأخر جدا. يا ترى شاف إيه خلاه يتجمد في مكانه؟ راي بيرفع راسه بسرعة وبيتصدم لما بيشوف بنته الصغيرة واقفة على حافة حفرة بناء عميقة ومفتوحة. بيصرخ في الكلب وبيقول له: امشي من هنا، يلا امشي، وبيطلب من بيري تفضل ثابته وما تتحركش وبيوعدها ان كل حاجه هتبقى تمام. راي بيحاول يخوف الكلب عشان يبعد عنها وبيحدف عليه طوبه، لكن الحركه دي بتجيب نتيجه عكسيه، ومع حركه الكلب المفاجاه كابوس راي بيتحقق. بيري بتتخض وترجع لورا وبتقع جوه الحفره. راي بيفقد عقله من الرعب وبغريزه الأنب بينط وراها فورا، بيقع ويخبط راسه جامد وبيفقد الوعي اللحظات. بعد دقايق راي بيبدأ يفوق، بيشوف جوان بتجري تنزل الحفرة عشان تطمن عليهم. راي بيقوم بصعوبة وبياخد وقت عشان يستوعب المكان واللي حصل، وفي نفس الوقت جوان مرعوبة جدا وبتنادي على بيري، بتفقد أعصابها تماما وبتجري على راي وبتترجاه يعمل أي حاجة. راي كأنه في غيبوبة مؤقتة ومش حاسس بحاجة، بيزق جوان بعيد عشان ياخد مساحة يتنفس، بيغمض عينه وبياخد نفس عميق وده بيساعده يخرج من حالة الصدمة. ولما بيهدى بيبص يلاقي مراته موطية على بيري وبتقول له وهي بتطمنه: هي كويسة، هي كويسة. راي بيحاول يتأكد إنها بخير، بيشيل بيري وبيجري هو وجوان على العربية. جوان بتركب ورا وهي شايلة بيري وبتحاول تتصل بالإسعاف، لكن راي بيطمنها إنه يقدر يسوق ويوصلهم المستشفى أسرع بكتير من الوقت اللي هتاخده الإسعاف. وبيرجع لكرسي السواقة، بيبدأ يسوق زي المجنون في طريقه للمستشفى، وكان هيعمل كذا حادثة في السكة. لو القصة شداك لحد دلوقتي ومندمج مع الأحداث ما تنساش تخبط اللايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل ملخص جديد. بعد دقايق عيلة مونرو بتوصل المستشفى وراي بيجري على قسم الطوارئ عشان يسجل دخول بيري، وبيلاقي المكان زحمة جدا ومليان ناس وجوان ماشية وراه وهي شايلة بيري. بعد ما بيلاقي كرسي لجوان راي بيروح لمكتب الاستقبال. الموظفة بتقول له: ممكن تتفضل تقعد معاك دقايق؟ راي بيرد بانفعال: استني بس، دي بنتي، انت مش شايفة هي عاملة ازاي؟ الموظفة بتأكد عليه يقعد في مكان الانتظار. راي بيقعد وهو متوتر جدا. جوان بتسأله بخوف: انت مستني ايه يا راي؟
عايزني أعمل إيه؟ أكسر البيبان دي وأسحب دكتور لبره؟ اتصرف يا راي، اعمل حاجة. راي بيحس إنه مضغوط جدا، فبيرجع لمكتب الممرضات تاني وبيقول لهم أنا محتاج أشوف دكتور حالا. الممرضة بترد ببرود الموضوع هيكون أسرع لو سجلت بياناتك الأول. راي بيقول لها ما أنت قلتي لي اقعد. وأثناء ما راي بيمضي الورق بيسمع بالصدفة مكالمة غريبة جدا بين الممرضات بيقول له فيها بنت عندها 15 سنة فصيلة دمها O موجب، بلغوا دكتور بيرترام. راي بيرجع مكانه وبيبلغ مراته باللي حصل، وجوان بتعتذر ليه عن عصبيتها من شوية وبتشكره إنه وصلهم المستشفى بأسرع وقت وإنه عمل اللي كان لازم يتعمل. الضغط أحيانا بيقرب الناس من بعض، بس هل هيفضلوا مع بعض للنهاية؟ المستشفى دي مخبية إيه؟ راي بيلاحظ إن مراته مصدعة فبيعرض عليها يجيب لها حاجة تشربها، وهو بيعمل كده بيشوف عربية إسعاف وصلت بره ونزلوا منها مريضين نقلوهم بسرعة لقسم الطوارئ. ولما بيرجع مكانه بيرتاحوا أخيرا لما بيسمعوا اسمهم بيتنده. بياخد عيلته وبيروحوا لموظفة التسجيل عشان يملوا استمارة طويلة جدا. الموظفة بتبص في الورق وبتقول سجلات التأمين بتاعتك بتظهر إنه في تابع سابق أبي مونرو. راي بيرد بهدوء دي مراتي الأولى وهي متوفية. جوان بتبدأ تشك في نوايا الموظفة وبترفض تقول لها فصيلة دم بيري. الموظفة بتسأل سؤال غريب جدا، تحبوا نسجل بيري في قائمة التبرع بالأعضاء؟ جوان بترد بصدمة ورفض قاطع لا طبعا. بعد ما خلصوا الورق الموظفة بتبدأ تعين ممرضة لعيلة مونرو. راي بيسألها انتوا بتاخدوا كاش؟ بترد تقول له هضطر أراجع الإدارة عن إذنك. ولما الموظفة بتمشي راي وجوان بيتريقوا على طريقتها المستفزة. وبعد دقايق الموظفة بترجع وراي بيسمع مكالمة تليفون مريبة جدا تانية زي اللي سمعها بره، بيقولوا طفلة 6 سنين فصيلة الدم غير معروفة، بلغوا دكتور بيرترام. الممرضة آن بتبدأ تدخل بيري وبتعتذر عن التأخير وبتشرح إن المستشفى بتخدم 3 محافظات عشان كده دايما زحمة، وبتضيف إن في حادثة عربية بشعة حصلت لمراهقين 2 ولسه واصلين الطوارئ وده مزود حالة الفوضى في المكان. الممرضة بتدخل بيري عنبر الطوارئ وبتبلغ راي وجوان ان في دكتور هيشوفهم حالا. بعد دقايق دكتور بيرترام بيوصل وبيسأل بيري بلطف ايه الحكاية يا بطلة؟ بيري بتقول له انها وقعت والدكتور بيطمنها. الدكتور بيفحصها وبيقول تشخيصه المبدئي احتمال كسر في عظمة الراديوس، بس هنعمل أشعة مقطعية عشان نتأكد. وبعد شوية فحوصات الدكتور بياخد رأي جوان على جنب عشان يكلمهم، بيقول لهم بما إنكم مسافرين أنا بفضل نعمل أشعة مقطعية عشان نستبعد أي نزيف داخلي، بس لازم تعرفوا إن الإجراء ده مكلف شوية. راي بيأكد للدكتور إنه مستعد يعمل أي حاجة عشان عيلته ويدفع أي مبلغ. في اللحظة دي الدكتور بيلاحظ الجروح والخدوش اللي على وش راي، لكن راي بيقول له دي حاجة بسيطة أنا راجل قوي. راي بيطمن مراته القلقانة وبيقول لها إن الأشعة دي مجرد إجراء احتياطي، وبيطمنها إنهم هيعدوا المحنة دي مع بعض كعيلة. وبينما راي قاعد مستني بيلاحظ ناس بتتنقل لدور تحتاني عشان يعملوا جراحات، وهو بيدعي من قلبه إن باري تكون كويسة. بتجيله فكرة وبيقترح على جوان ياخدوا أوضة في الفندق زي زمان ويكملوا طريقهم بكرة. جوان بتفرح جدا وبتقول له إن دي أحسن فكرة سمعتها النهاردة. بيوصل ممرض ودود اسمه بروس عشان يجهز بيري وياخدها للأشعة. راي وجوان بيمشوا وراه وهو بيسوق سرير بيري. بروس بيقول لهم أنا مسموح لي آخد زائر واحد بس مع المريض للدور التحتاني، والأحسن تستنوا بره لأن الأشعة ممكن تاخد وقت خصوصا لو في زحمة. التلاتة بيروحوا للأسانسير وراي بيقف لورا وبيشاور لعيلته، وبمجرد ما باب الأسانسير بيقفل بيلاحظ إنهم نازلين للدور التحتاني وبيفتكر إنهم شافوا مرضى الجراحة بينزلوا لنفس المكان من شوية، وبيبدأ يستغرب ليه عيلته رايحة هناك. شكوك راي بتبدأ تكبر، بس اللي هيحصل لما يصحى من النوم هيخليه يتمنى لو فضل نايم طول عمره. راي بيرجع منطقة الانتظار عشان يستنى عيلته، وبعد دقايق التعب والإرهاق بيسيطروا عليه وبيروح في النوم. بيصحى بعد كام ساعة بيروح يغسل وشه وبيلاحظ إن الجروح اللي في جبهته متلصقة ومتعالجة، وقبل ما يحاول يفتكر مين اللي عالجه وإمتى راي بيستوعب إن فات ساعات كتير من وقت ما شاف عيلته. بيروح للممرضة يسألها عن آخر الأخبار، بيقول لها بنتي باري مونرو نزلت تعمل أشعة مقطعية مع مراتي، هم فين؟ الممرضة بترد ببرود لو تتفضل تقعد أنا متأكدة إنهم هيخرجوا قريب. راي بيرجع مكانه وبيمسك مجلة عشان يضيع وقت، بس قبل ما يقرأ ست عجوزة بتفتح معاه كلام وبتقوله إن جوزها دخل المستشفى من الساعة 6 الصبح ودلوقتي وقت العشاء ولسه ما خرجش. هنا الحيرة والرعب بيبدأوا يسيطروا على راي. راي بيتعصب
وبيضرب على الكاونتر وبيخض الممرضة وبيقول لها اليوم كان طويل جدا، أنا بس محتاجك تتصلي بقسم الأشعة وتشوفي لو في ست وطفلة 6 سنين لسه هناك. الممرضة بتتصل بالقسم بناء على طلبه، وبعد ما بتعصب راي بإنها بتضحك وتهزر مع زميلها على التليفون بتسأل عن باري، وبترد على راي وتقول له أنا أسفة يا فندم، مفيش أي أشعة اتعملت من الساعة 9 الصبح، والأشعة الوحيدة كانت لست عندها 62 سنة في الحوض. راي بيتجنن من الخوف واللخبطة وبيجري على عنبر الطوارئ. الممرضة بتشوفه وبتنادي على أمن المستشفى يلحقوه. راي بيجري على السرير اللي باري كانت فيه من شوية وبيشوف خيالات من ورا الستارة، بيفتحها بسرعة وكله أمل إنه يلاقيهم، لكنه بيتصدم لما بيلاقي عيلة تانية خالص بتتعالج. وبينما راي بيعتذر للعيلة المرعوبة، ممرض بيمسكه وبيقول له كفاية كده، في إيه يا أستاذ؟ اهدى شوية. راي بيصرخ إيه اللي بيحصل هنا؟ دكتور لوكاتو بيقدم نفسه وبيحاول يهدي راي، وبعد ما بيسمع قصته بيراجع كشف التسجيل اليومي وبيقول له أنا قدامي كشف اليوم كله ومفيش أي اسم مونرو متسجل. راي بيلمح الممرضة آن من بعيد، بيحس براحة إنه أخيرا لقى حد يأكد كلامه، وبيقول للدكتور إن آن ساعدت عيلته من شوية. دكتور لوكاتو بينادي آن ويسألها عن راي. آن بترد وتقول هو كان هنا في الشفت اللي فات، وبتقول إنه اتعالج من إصابة في راسه وإنه لوحده. راي بيصرخ فيها انتي بتقولي ليه يا آن؟ كل الناس بتأكد إنه دخل لوحده. هل راي فعلا اتجنن ولا دي عصابة محترفة بتمسح أي أثر للضحايا؟ في اللحظة دي الرعب بياكل قلب راي، بيفقد أعصابه تماما وبيطالب يشوف عيلته حالا، وبيعمل فضيحة في المكان. وبناء على أوامر دكتور لوكاتو الأمن بيكتفوا راي وبيدوله حقنة مهدئة غصب عنه عشان يسيطروا عليه، وبيقولوا له انت هتتحبس هنا لحد ما الدكتور يقرر حالتك، نام وسيب المهدئ يشتغل. راي بينام للحظات، بس بمجرد ما الرجالة بيخرجوا بيقوم وبيبصلهم من الشباك، بيشوفهم بيضحكوا وبيشك إنه عيلته بقوا تسلية ليهم. ولما المهدئ بيبدأ يشتغل راي بيترنح في الأوضة، بيضرب نفسه بالقلم عشان يفضل فايق، بيدور في صيدلية الأوضة بجنون لحد ما بيلاقي حقنة إبينفرين، وبإيد بترتعش وعزينة أب على حافة إنه يخسر عيلته للأبد بيحقن نفسه بجرعات كتير جدا على أمل إنها تلغي مفعول المهدئ وتخليه قادر يقف على رجله. بعد دقايق راي بيكسر الشباك عشان يخرب، بيخرج وهو بيطوح وهو ماشي في الممرات. بيتفاجئ لما بيشوف الممرض بروس لابس بالطو دكتور وبيعالج مريض. راي بيسأل نفسه ايه اللي بيحصل هنا بالظبط، بس قبل ما يحاول يفهم اي حاجة الامن بيكتشف الشباك المكسور وبيبدأوا يطردوه في كل مكان في المستشفى. وبعد مطاردة طويلة وشرسة راي بينجح يخرج من المستشفى، بيوصل لموقف العربيات وبيستخبى في ظهر عربية نقل، وبيسمع حارس بيقول في اللاسلكي ايوه يا فرانك هو هرب. ولما الجو بيهدى راي بيروح لعربيته، ولما بياخد لحظة عشان يستوعب كل اللي بيحصل بيشوف مشغل المزيكا بتاعت بنته بينهار من العياط من كتر رعبه انه يخسر بنته من تاني. وبينما بيحاول يفكر ازاي هيكمل تدوير على عيلته وازاي هيواجه طاقم المستشفى اللي هو مقتنع ان كلهم متورطين، بيحس براحة لما بيشوف عربية بوليس واقفة قدام المستشفى وبيجري عليها، بينط قدام العربية وبيخض الضباط. ولما بينزلوا يشوفوا في ايه بيحاول يشرح لهم اللي حصل بكلام سريع ومش مفهوم. بيقول لهم انا جيت هنا عشان اطلب المساعدة ودلوقتي بيقولوا انها ما جاتش اصلا. راي بيطلع بطاقته للضابط تشايلدز والضابطة جريجز وبيوريهم صورة عيلته وبيحكي لهم كل اللي حصل بالتفصيل، وبيضيف ان طاقم المستشفى حاولوا يخدروه ويحبسوه غصب عنه، وبيشرح ازاي هرب وبيديهم اسماء كل اللي هو متأكد انهم متورطين. على امل انهم يوصلوا للحقيقة الضابط تشايلدز بيعرض على راي يدخل معاه المستشفى يكلم الطاقم، ولما الممرضة بتشوفهم داخلين بتتصل بالامن تبلغهم برجوع راي وبتحذرهم يكونوا مستعدين. الضابط الامني بيقول للشرطة الراجل ده مجنون، بصوا لشكله، تحبوا أوديكم عنبر 9؟ ممرض اسمه جيف بياخد المجموعة لعنبر الطوارئ وبيقرب من دكتور لوكاتو وبصوت واطي كأنه بيعتذر بيقول لراي إنه هرب من الأوضة اللي كان محبوس فيها. الضابط بيسأل الدكتور ليه ده سر يا جيف، وبيسأل الدكتور لو يعرف عيلة راي أو مكانهم. الدكتور بيرد على حسب كلام التمريض الأستاذ مونرو جه لوحده عشان يعالج إصابة في رأسه. راي بيقطعه وبيرفض الكلام ده وبيقول إنه شاف عيلته بتنزل في الأسانسير للدور التحتاني عشان الأشعة، لكن الضابط بيؤمر الدكتور ياخدهم للدور الثالث. وهناك الدكتور بيحاول يثبت إن راي متلخبط وبيقول
معامل الأشعة كلها في الدور الثالث، مفيش حاجة تحت. راي بيصمم إن في حاجة مريبة بتحصل في المستشفى، وما بيهداش إلا لما بيعرفوا إن دكتور بيرترام في على طريقه ليهم عشان يوضح كل حاجة، وهم مستنيين الدكتور. راي بيراقب المكان بهدوء وبيتعصب لما بيشوف كل الناس بتتحرك وبتمارس شغلها عادي جدا، في حين إن عالمه كله بينهار. كشف التسجيل اليومي ظهر أخيرا. الورقة دي هتثبت كلام راي ولا هتثبت جنونه؟ بيتم الإعلان إنهم لقوا كشف التسجيل بتاع الصبح في الزبالة. راي بيفرح جدا وبيجري يشوف الكشف اللي متأكد انه هيثبت قصته، لكن الصدمة بتكون قوية. اسمه هو بس اللي موجود في الكشف، ومفيش اي ذكر الاسم بيري نهائيا. وقبل ما راي يستوعب الصدمة دي، دكتور بيرترام بيوصل وبيسأل باستغراب عن اللي بيحصل. راي بيقول له انت عارفني، انت فاكر انك شفت بنتي الصغيرة اللي راحت راي الكبيرة؟ دكتور بيرترام بيأكد انه فاكره. الضابط تشايلدز بيسكت دكتور لوكاتو اللي بيحاول يتدخل، وبيسأل دكتور بيرترام عن تفاصيل مقابلته مع راي. الدكتور بيرد دكتور فوج طلب مني أبص عليه، وهو قال لآن إنه عمل حادثة عربية. الكلام بيبدأ ياخد اتجاه أسوأ بالنسبة لراي. الدكتور بيضيف تصرفاته كانت غريبة جدا ومش متزنة. ومع زيادة اللخبطة، جيف بيقترح فكرة إنهم يراجعوا كاميرات المراقبة بتاعة المستشفى ويحسموا الموضوع خالص، وكلهم بيوافقوا بحماس. جيف بيبدأ يشغل فيديوهات اليوم من الصبح بدري، والكل مركز في الشاشة عشان يشوفوا لحظة وصول راي. راي بيشوف نفسه وهو بيوصل وبيكلم الاستقبال، وبيروح يقعد في الانتظار ومستني بفارغ الصبر يشوف جوان وهي داخلة شايلة بيري. لكن الفيديو بيعرض راي وهو داخل لوحده. راي بيقول لجيف الكاميرات اللي بتعرضها دي هي اللي شغالة بس بره، ده شيء مريح جدا ليك يا جيف. الوضع بيبدأ ينقلب ضد راي، والضباط بيبدأوا يشكوا في قصته. راي بيقول لهم أنا وريتكم صورتهم. الضابط بيرد دي ممكن تكون أي حد، أختك أو بنت أخوك. راي بيحاول يمسك نفسه بالعافية عشان خاطر عيلته. بيفكر شوية وبتجيله فكرة، بيقول لهم إن في بنزينة على بعد كام ميل من هنا، اسألوهم. في اللحظة دي دكتور بيرترام بينادي راي وبيطلب منه يقابله في الطوارئ لأنه لقى حد ممكن يوضح كل حاجة. راي بيقول له أنت اللي كان مفروض توضح كل حاجة يا دكتور بيرترام. وهو ماشي راي بيلاقي كوفية بيري وقع على الأرض، بيمسكها وبينهار من العياط. الضابط بيسأله تقدر تثبت إن دي بتاعتها، عليها اسمها مثلا، معاك الفاتورة؟ الضابط تشايلدز بياخد الكوفية من راي عشان يفحصها، وبيتفزع لما بيلاقي عليها بقع دم. راي بيشوف ده وبيشرح إن الدم ده بتاعه هو ومفيش داعي للقلق، لكن الضابط بيزعق له ويقول له اجمع نفسك وفوق وإلا هتدخل السجن، انت فاهم؟ راي بيرتبك وبيبدأ يحكي اللي حصل بسرعة تاني، وبيقول هي وقعت في الحفرة وانا وقعت فوقيها وعشان كده الدم جه عليها. هنا بتتدخل دكتورة نفسية اسمها تريزا جيكوبز، بتمثل قسم الطب النفسي في المحافظة، وبتقدم نفسها. بتقول له انا حابة اساعدك تعرف ايه اللي حصل لجوان وبيري، تحب نيجي مكان هادي ونتكلم عن الموضوع؟ راي بيوافق يتكلم معاها على انفراد وبيمشي معاها. الدكتورة بتبلغه انهم لسه لاقيين استمارة الدخول، وبتقول له ان اسمه هو بس اللي مكتوب فيها بدون اي ذكر لبيري. ولما بتشوف الشك في عيون راي بتأكد له ان المستشفى ما عندهاش اي سبب عشان تكذب عليك، وبتبدأ تسأله كلمني عن ابي مراتي الاولى، اليوم ده يا راي انت كنت شارب؟ راي بيستغرب ليه كلهم بيحققوا معاه في ست ماتت من 8 سنين، هما بيحاولوا يلهوه عن ايه بالظبط؟ ماضي راي بيطرده وكل الادله ضده، بس هل ممكن يكون هو فعلا اللي قتل عيلته ونسي؟ الدكتوره تيريزا بتكمل ضغط على راي بخصوص مشكله شربه، كانها بتلمح ان ده ليه علاقه باختفاء عيلته وموت ابي. راي بيتعصب وبيأكد انه مبطل شرب بقاله 8 سنين، وانه ما شربش ولا نقطه من ليله اما ابي ماتت في حادثه عربيه، وبيقول بانفعال انا ما بشربش خالص بقالي 8 سنين. الدكتورة بتاخد لحظة عشان تهدي راي وبتطرح فكرة، بتقترح انهم يرجعوا المكان اللي بيقول ان بنته اتصابت فيه، وبتخرج تعرض الفكرة على الضباط. راي بيخرج وراها بدقايق وبيسمع جزء من كلامهم، لكنه بيفضل متمسك برأيه ومصمم على كلامه. ورغم قلقه راي بيروح معاهم للبنزينة. هناك بيدوا الكوفية بتاعت بيري الكلب بوليسي اسمه ماندي عشان يشمها ويبدأ تدوير، وكلهم بيبدأوا يدوروا. راي بيفضل ساكت وبيبص حواليه بقلب مكسور، وبيمشي بخطوات تقيلة لمكان الحادثة. الضابط بيقول الحاجة الوحيدة اللي الكلب هيشمها اننا كنا هنا من شوية. الدكتورة تيريزا بترد لازم نبدأ من مكان يا راي. بعد دقايق كلب ماندي بيلاقي حاجة تخص بيري، وبينبه الضباط اللي بيكتشفوا إنها علبة المكياج، نفس العلبة اللي بدأت الكابوس ده كله. لما راي بيسمع كده بيستنتج إن بيري كانت حاطة العلبة في جيبها طول الوقت، وإنها أكيد وقعت منها وهي بتقع. بس البحث بياخد منعطف مرعب جدا لما الضباط بيلاقوا بركة دم كبيرة ناشفة تحت التلج. الضابط بيقول لراي أنت خبطت راسك صح، بس الدم ده كتير جدا. راي بيقول بانفعال ده دمي أنا خبطت راسي، بص للتعويرة. الضباط بيأكدوا إن الدم ده مستحيل يكون من جرح راي بس، وكلهم بيبدأوا يقلقوا جدا على حياة بيري وجوان، وبيسألوا نفسهم إيه اللي حصل بجد الصبح هنا. الضابطة جريجز بتشرح لراي خطورة اللي لقوه. راي بيبدأ يدافع عن نفسه بشراسة وبتحصل خناقة بينهم. الضابط تشايلز بيتدخل ويفض الخناقة، وبيأمر زميلته تتصل بفريق الأدلة الجنائية، وبيبدأوا يتهموه إنه هو اللي حط العلبة وإنه ممكن يكون حط الدم كمان. ومع زيادة التوتر
الدكتورة تريزا بتتدخل، بتقول للضباط هو غضبان، هو قال إنه مسك طوبة وحدفها. الضباط بيسألوه حدفتها على مين؟ راي بيقول بانهيار أنا حاولت بجد ألحقها وامسكها. وهو بيقول الجملة دي بصوت عالي، رجليه مش شايلاه وبيقع على ركبته وقلبه متحطم تماما. بيقول للضباط انتوا ألفتوا كل ده. الضابط بيرد ده اللي حصل فعلا. راي بيسأل الدكتورة انت بتلمحي لإيه يا دكتورة تريزا؟ الدكتورة بتكمل ضغط على الراجل المرعوب بدون أي رحمة، بتقول له انت كنت متضايق من بنتك وغضبان من مراتك ففقدت أعصابك وما قدرتش تتقبل حقيقة ان الكارثة حصلت لك مرة تانية. راي كأنه صدق القصة اللي الدكتورة ألفتها، القصة اللي بتريحه من التدوير وبتلبسه الغلط كله. الارتباك ووجع القلب بيغرقوه تماما، بيفضل ساكت وبيبص في الفراغ، إرادته كلها اتسحبت منه لدرجة انه ما بيقاومش اصلا لما الضباط بييجوا يقبضوا عليه بتهمة قتل عيلته. لحسن الحظ وقبل ما يحطوا الكلبشات في ايده بيسمع كلاب بتهوهو، بيرفع راسه بيشوف الكلب البوليسي ماندي بيهوهو على الكلب الضال، وكأنه بيفوق من كابوس. راي بيتنفض وكل حاجة بتوضح قدامه تاني، بيرجع له روح القتال وبحركة سريعة ومفاجأة بيخطف مسدس من الضابط وبيأمر الدكتورة تريزا كرهينة، وتحت التهديد بالسلاح بيأمر كلهم يمشوا لورا ببطء لحد البنزينة وبيقفل عليهم جوه. الدكتورة بتقول له فاكر انك لما شفت الكلب ده بيثبت ان كلامك صح، انت غلطان. راي بيتجاهل كلامها، بياخد كارت الدخول بتاع الدكتورة وبيقفل عليهم الباب وبيسرق عربية شرطة ويطير بيها راجع للمستشفى. راي رجع المستشفى، بس المرة دي مش أب مكسور، المرة دي وحش مستعد يحرق الدنيا عشان يرجع عيلته. راي بيدخل المستشفى متخفي ومعاه المسدس، وهو ماشي جوه بيشوف أب شاب واقف بيبص على ابنه المولود من ورا الإزاز بحب. راي بيقف جنبه اللحظات وهو بيبص لوشوش الأطفال البريئة، شريط حياته كله بيعدي قدام عينه، من موت أبي لوقعة بيري وكل حاجة حصلت في النص. المشاعر بتسيطر عليه تاني، بيقف كام دقيقة وبيوعد نفسه إنه هيعمل أي حاجة وكل حاجة عشان يلاقي عيلته أو يموت وهو بيحاول. بعزيمة حديد راي بيمشي، بيلبس بلطو أبيض عشان يتنكر كدكتور، وبيقدر يوصل للأسانسير من غير ما حد يلاحظه. لكن هناك بيكتشف إنه محتاج كارت عشان ينزل للدور التحتاني، وبينما هو بيفكر هيجيب كارت منين، جيف بيدخل الأسانسير. راي بيتوتر جدا وبيرفع عليه السلاح. جيف بيقول له برعب هوديك لعيلتك، هم تحت بالظبط. بتحصل خناقة عنيفة جدا في الأسانسير وراي بيقتل جيف، بياخد الكارت بتاعه وبينزل بيه للدور التحتاني وبيبدأ يمشي في الممرات بحذر شديد. بعد لحظات راي بيشوف عروسة لعبة بتاعة باري في الزبالة، نفس العروسة اللي بروس اداها لها الصبح، وده بيأكد له إن عيلته محبوسة هنا. بدافع اليأس إنه يفهم إيه اللي بيحصل، راي بيربط كل التفاصيل الصغيرة اللي لاحظها في المستشفى ببعض، وبيوصل لاستنتاج مرعب إن طاقم المستشفى بيقتلوا الناس عشان يسرقوا أعضائهم. راي بيجري في الممر وبيلاقي أوضة فيها جثتين، بيدخل الأوضة بحذر، بيرفع الغطا من عليهم وبيلاقي جثث المراهقين الاتنين اللي شافهم واصلين الطوارئ الصبح متفرغين تماما من جوه وكل أعضائهم الأساسية مسروقة. الرعب بياكل قلبه لما بيتخيل إن ده نفس المصير اللي مستني عيلته. راي بيكمل تدوير وبيشوف موظفة الاستقبال اللي شافها الصبح، بس المرة دي لابسة لبس ممرضة وداخلة أوضة. راي بيستغرب ويمشي وراها، وهناك بيلاقي باري متخدرة ونايمة على ترابيزة العمليات، وحواليها دكتور لوكاتو وفريقه جاهزين يسرقوا أعضائها. راي بيرفع السلاح ويصرخ حطوا اللي في إيديكوا ده، حطوه حالا وارجعوا لورا لازقين الحيطة. راي بيأمر الفريق يقلعوا الماسكات ويبصوا في عينه. الدكتور بيقول له محدش محتاج يتأذي، وفجأة بيشوف جوان متخدرة ومتربطة وبيجري عشان ينقذها. جوان بتفوق وبتبدأ تحكي اللي حصل، بتقول له إنهم اتبعوهم. راي بيقول لها عارف امسكي في باري. ولما راي بيلف عشان ياخد عيلته ويهرب، دكتور لوكاتو وفريقه بيحاولوا يخدروه ويوقفوه، لكن راي بيضرب أنبوبة غاز وبيعمل انفجار وبينجح يهرب. وهو بيزق عيلته بره المستشفى، دكتور بروس بيحاول يوقفه، لكن راي ما بيفكرش مرتين وبيضرب بروس بالنار في رجله عشان يحمي عيلته. بيخرج من المستشفى وبيجري على عربيته، بيساعد عيلته يركبوا في الكنبة اللي ورا وبيركب هو على كرسي السواق. وأخيرا الكابوس انتهى، بياخد نفس عميق براحة وبيبدأ يسوق ويبعد عن المكان. وهم بيبعدوا عن رعب المستشفى، راي بيطمن على عيلته. بالي بتسأله بصوت ضعيف احنا قربنا نوصل البيت؟ راي بيرد بحنان قريب يا حبيبتي. راي بيبدأ يغني أغنيتهم المفضلة وهو مرتاح تماما، وبيبص لورا على عيلته من المراية العربية وبيوعد نفسه انه دايما هيحميهم ويفضل جنبهم ويصلح علاقته بمراته. لكن المراية ما بتكدبش،
بيكذبش، المراية ما بتوريهوش اللي عقله المريض اخترعه، الحقيقة البشعة بتظهر في المراية. بدل عيلته اللي فاكر إنه أنقذها، في مريض تعبان جدا ومتبنج هو اللي راي سخبه من أوضة العمليات، نايم فاقد الوعي على الكنبة اللي ورا. أما الجثث الحقيقية بتاعت باري اللي ماتت من وقعت في الحفرة، وجوان اللي راي زقها بالغلط على سيخ حديد وماتت هي كمان، مرميين في شنطة العربية ورا. عقل راي ما قدرش يواجه الرعب والفقدان ده كله، فبنى لنفسه حقيقة بديلة غير فيها كل موقف وكل حوار وكل تفصيلة حصلت في اليوم ده عشان يخلق حقيقة بيطلع فيها هو البطل، الأب والزوج اللي بيحارب مستشفى فاسدة وطاقم مجرم بيسرق أعضاء عشان ينقذ عيلته بدل ما يعيش مأساته إنه خسر عيلته التانية بسبب إهماله. في الحقيقة جثث عيلته متغطية ببطانية في شنطة العربية، لكن في الحقيقة البديلة بتاعته واللي هي الوحيدة اللي هو عايشها وشايفها، راي بيخلص أغنيته وبيبص بحب لعيلته من المراية وبيبتسم. يا ترى لو كنت مكان راي، عقلك كان هيقبل الحقيقة البشعة ولا كان هيخلق كذبة تعيش فيها بطل؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وأشوفكم في ملخص فيلم جديد.